هيحصل. تمام، طالما في حد بيساعدنا يعني ادينا من ايه بنكمل. فاكرين الصوره الاولانيه، السلايد الاولانيه اللي هي بتاع الاهرامات، وقلنا الحلم لو احنا اتكلمنا على اللي موجودين دلوقتي عشان اغير في سلوكياته وصحته صعب جدا ان انا اغير. ولكن لو انا ابتديت مع الطفل والطفل دوت اكلته اكل من وسائل مبيدات وشممته هو نظيف وخليت نفسيته مستريحه، بعد 15 سنه هذا الطفل هيبقى زي طفلنا دلوقتي ولسه مختلفه. ايه الفرق بين الطفل الاوروبي والطفل المصري؟ الطفل المصري حتى 5 سنين وبالاحصائيات العلميه اكثر نسبه ذكاء من اي حته في العالم، ولكن بعاداتنا الغذائيه والتلوث اللي موجود الكبد بتاعه بينزل والطفل الأوروبي بيطلع. ولو شفنا الفرق هنلاقي بره كل بيت او احنا كله عندهم ربنا محبيهم بيها في نفس الوقت كل بيت فيه جنينه، والجنينه دي بيزرع فيها ومش بيجيب جيران يزرع، ده بيخلي ابنه هو اللي يزرع وهو اللي يزرع، وبالتالي الطفل بيطلع نفسيته مستريحه. زمان في المدارس كل طفل بيجيب طبق بيتر ويحط حلبه ويحط بصل ويحط، كان بيقطع ورقه كرات وهو فرحان بيها لانها بتطلع قدامه زي ابنه بيطلع، وبالتالي عرف قيمه. لكن طفلنا دلوقتي الفصل فيه 80 90 واحد والمدرس مش عارف اساميهم والمنهج مليان على الاخر، وايه اللي بيحصل؟ يلا يا ابني خلص، مش فاضيين للكلام دوت. يطلع الطفل عايش في حب بيت ضيق مفيش خضره والمدرسه ما فيهاش خضره، ايه اللي هيحصل؟ عنده عداء من الخضره. يوم تبص تلاقي لو المدرسه كانت عملت جنينه لو طلع عليها صوت تبقى كويس بتتقطع، تبص تلاقي هو طالع من المدرسه في شجره يروح قطع الورق وهو قطعها عليه وما يعرفش قيمتها، ما يعرفش ان الورقه بتاعت النبات هي الرئه بتاعته اللي من غيرها ما يتنفسش. لو انا جبته وحطيت دماغه في الميه لمده دقيقه هيعمل ايه؟ لو عارف ان هي دي اللي بتديله الاكسجين وده المصدر الوحيد اللي ربنا خلقه بيدي الاكسجين وياخد ثاني اكسيد الكربون، كان هيعمل دوت. وبالتالي قلنا عشان احنا نعمل دوت لازم تيجي للمدارس عشان اجيب الطفل مش هروح البيت. صعب جدا، اختراق البيت من اصعب ما يكون. ما تنفعش تخش البيت، ليه؟ ايه العوائد والتقاليد بتاعتنا وبتاع والكلام ده كله. لكن اروح له في المدرسه عندنا حاجه اسمها حصه التربيه الزراعيه، هي عباره عن حصه مهمله. دايما حصه فاضيه الاستاذ اللي عنده متاخر في الدروس بتاعته بياخدها عشان ايه؟ يكمل الدرس بتاعه. يعني حصه الدين انا مش هخش البيت معلش يعني. تمام؟ وبالتالي هيحصل ايه؟ هو مفيش في المدرسه ميزانيه، مفيش مكان يتزرع فيه، وفي نفس الوقت مع بتوع التربيه والتعليم اكتشفت في مره كان في اللي هو معرض الظهوري بيتعمل في الوزاره، فدعوني لاجتماع بتاع مستشارين التربيه الزراعيه. فالمستشار الاول ابلغهم خبر سعيد بان الوزير قرر زياده السلطه بتاعت حصه التربيه الزراعيه. تصوروا من كام؟ من 6 جنيه. سلطه التربيه الزراعيه حصه التربيه الزراعيه 6 جنيه. ازودها هيخليها كام؟ لا يعني انا مهما هخليها 100 جنيه مش هتعمل حاجه. تمام؟ وبالتالي المدرس مظلوم والتلميذ مظلوم. طيب حته ان ما يبقاش في مكان، طب ما السطح موجود في المدرسه ومتخلص عليه ملاوي سوداء، طب ما نستخدمه. الحاجه الثانيه واللي كانت ظريفه جدا، تمام، في كولومبيا والبلد متخلف، ما نقولش بقى ان احنا بنتكلم على اوروبا، عندهم نقص حديد. الحمد لله عندنا نقص حديد وعندنا انيميا بالهبل. هناك دخل الاسره من 6 افراد في اليوم نص دولار، يعني ما يجيبوش عيش حاف عندنا. تمام، بياكلوا ويعيشوا بيها. اللحمه هناك ارخص من الخضار لان ما عندوش حاجه عن سلطه خضراء، وبالتالي عندهم نقص الفيتامينز وعندهم نقص الحديد. تدويه الحديد غاليه جدا. فيعملوا ايه مع المشروع دوت؟ كان مع الفاو عملوا حاجه ظريفه، عندهم حاجه اسمها سبانخ الاسلام. سبانخ الاسلام دي ما بتاكلش الورق بتاعها، بتاكل الثمار. الثمار ديت بتبقى صغيره ولونها احمر لون الكركديه. السبانخ دي بياخدوها، انا شفتهم 40 جرام بيعمل 40 لتر عصير، حط عليها ليمون وحط عليها سكر، والسبانخ دي مزروعه في الايه؟ في المدرسه. وكل طفل ياخد كوبايه صغيره قد ودوقها لنا. تمام، وقدروا يقضوا على نقص الحديد. نقص الحديد ده معناه نقص انيميا، يعني معنى التخلف العقلي. تمام، ونسبه الذكاء، معناها ان اهو بلد زي دي في مشروع صغير زي دوت
قدر انه يحل مشكله وتعتبر مشكله قوميه، ما هياش مشكله سهله. مش هقول لك الحديد ده عمليه سهله، ده بالعكس النقص ده اللي احنا بنعاني منه في مدرسه. تمام، ما قلتش بقى انا هروح بقى الوحده الصحيه ولا اروح المستشفى، لا ده هو بدل ما بيجيبوا لهم الاكل اللي هو الوجبات اللي هي كلها مضروبه، تمام، لا نعمل لهم عصير، مش عايزين اكتر من كده ونقدر نتخلص من ده. المرأة المعيلة اللي بتربى ايتام لو دخلها 50 جنيه وبقى 100 جنيه، مش ده يعتبر طفره كبيره جدا في الدخل بتاعها؟ يبقى بقدر انها ازود ده. في نفس الوقت هي عايزه حاجه تقدر تعملها وما تسيبش عيالها، تقدر تجيب شويه جرجير، تقدر شباب بقدونس ملوخيه والكلام ده كله تقدر تبيع. ذوي الاحتياجات الخاصه، الصوره دي من سنغافوره، مشروع معمول لذوي الاحتياجات الخاصه. ذوي الاحتياجات الخاصه طائفه موجوده، تمام، دايما بيبقى في بينها وبين المجتمع حائل. ليه؟ لانه بيحس انه مش قادر يبقى زي اللي موجودين. لكن لو هو قادر انه ينتج ويطلع ويبيع، اصبح فرد عادي في المجتمع، مش محتاج قوه خارقه. وهناك اي منتج بيطلع ويتكتب عليه جنيه ونص اصبح معروف ان هو من ذوي الاحتياجات الخاصه، فالناس بتدفع مش سخاء وما عندهاش مشكله، وبالتالي ده تكسب ايه؟ طائفه في المجتمع. تاني حاجه، احنا عارفين المدينة بتتوسع، عندنا الحي العاشر والاول والثاني والخامس والكلام ده كله، وعندنا الشروق والعبور و6 اكتوبر والكلام ده كله. الخضار بيطلع من المزرعه، ان احنا للاسف مزارعنا كلها في الدلتا، يطلع راح سوق الجمله، يطلع من سوق الجمله على نص قطاعي، يطلع من نص قطاعي يروح خد له كام يوم؟ مش اقل من يومين ثلاثه. خد عربيات مبرده؟ لا ده عربيات عاديه، تمام؟ يبقى جودته بتقل ولا بتزيد؟ حلو. ومن ايد لايد السعر بيحصل له ايه؟ يبقى انا عندي سعر زياده وجوده اقل. طب لو جينا في المدن الجديده سطوحها كلها فاضيه، قلنا الشارع ده يزرع طماطم، الشارع ده يزرع خيار، الشارع ده يزرع شبت وده بقدونس، وعملنا مكان نجمع فيه الحاجات دي ونبيعها، مش عملنا وظيفه؟ وفي حاجه مهمه جدا، انا لما اجي في العماره ويقول لك اصل احنا عايزين نعمل صيانه للعماره، عايزين منك فلوس. سهله طبعا فلوس؟ صعبه قوي. طيب لو انا جيت قلت لك ادي 1000 جنيه خدها ودخلتها في جيبك، عايزين منها 100 جنيه بعد ما دخلت جيبك عشان تصلح العماره، صعب قوي تدفع. لكن لو انا اديتك 900 جنيه وما اديتكش ال 100 الاولانيه، ما هي ما دخلتش، ما بقتش كسباني اساسا، فمفيش مشاكل. تمام، لما الفلوس بتخش جيبي صعب قوي تطلع. لكن لو هي على الطاير وهي انا عارف انها مش داخله فضل ان انا اعمل صيانه، بلاش نقول ان هوزع الفلوس على السكان، لا اعمل فيها صيانه العماره، اعمل صندوق واحوش الفلوس الطلعه. تمام، في نفس الوقت هاخد حاجه بسعر رخيص، لان مصاريف النقل ومصاريف والكوميشن والكلام ده كله بيضيع، وحاجه جودتها عاليه لانها لسه طازه وخاليه من المبيعات. طيب هنيجي نشوف حاجه ثانيه تعملها ذات الاصل، هي برضه متفضله اساسا، الناحيه الاجتماعيه. كلنا او الرسول عليه الصلاه والسلام وصى عن 7 جار. احنا عندنا هنا او زمان كان لما يبقى فيه ميتم في الشارع اللي ورانا الفرح بيتاجل، دلوقتي بيتعمل الفرح والميتم في نفس العماره، محدش بيحس. تمام، بتأذي ولا ما بتأذيش؟ طيب جاري ده لما هشوفه تاني يوم هبص في وشه؟ طيب لما جينا قلنا نعمل مجلس اداره عماره، كم واحد بيحضر؟ هو يا دوبك امين الصندوق ورئيس المجلس، يعني يمكن واحد. ليه ما بحضرش؟ اصل مراتي غسلها نقط على اللي تحتيها وهتبقى مشكله وهتبقى ايش واقعد اتكلم فيه. اصل النشع بتاع الحمام بتاعي مبوظ بتاعه وهيقولوا وهيسيبوني ويقولوا لي كلمتين. مش ايه، خلينا نبعد عن الموضوع وايه ونريح، لان انا عارف ان انا هروح ادفع فلوس. طب لو قلنا هنعمل مجلس اداره عماره عشان نوزع فلوس، كل الناس دي يجيبوا كمان العمارات اللي جنبهم. تمام، ودي حصلت معانا في بلاد بكرور، قال لك هنعمل ندوه عشان يعوضوا الناس عن انفلونزا الطيور، لكن بالهم ايه؟ فيها فلوس. اول ما ابتديت اعرض المشروع، ايه ده هو في شغل؟ السلام عليكم. اصلا ما كانش عندي اساسا طيور، قلت له لك اصل ما عنديش سطح. طيب لو احنا جمعنا الناس او ساكنين العماره مع بعض، مش بقينا اصحاب ان احنا قابلنا في شقه واحده واكيد هنشرب مشروب واحد، تمام؟ في الحاله دي لما اجي بقى اركن عربيتي، مش هحط بقى متاريس وده يدخل فلوس عربيته وده يتخانق وده يسف ويلعب ويشتم. ارقى احياء مصر مش تلاقي طول النهار خناقه عشان اصل ده دخل في الاكل، اصل ده مش عارف ايه. ده في الحاله دي لما يكون واحد صاحبي بقى
وفي مكان عايز اركن فيه عربيتي، احنا هنقول له اتفضل والتاني يقول لك اتفضل. مش بقى في روح وبقى في اجتماعيات وبقت الناس قريبه من بعض، وفي حلقه مفقوده اتفقدت في المدينه كانت موجوده زمان، يمكن موجوده في الاحياء الشعبيه نسبيا، ولكن في الاحياء الثانيه للاسف ده مش موجود. ما ممكن ده يكون مشروع من اقرب الناس من بعضها، وان احنا نحمي السنه بتاعت الرسول عليه السلام. طيب مين فينا بيشتري الدار وهو متاكد انه خالي من المبيدات حتى لو طلعوا طويل؟ ده بالعكس احنا متاكدين انه مليان مبيدات، صح ولا لا؟ طيب لو انا انتجته بنفسي هضحك على نفسي وارش مبيد واقول اصل معلش اصل محدش عارف هو مفيش يلا ولا كله، ولا انا لما في الحاله ديت هبقى متاكد ان هي الحاجه الوحيده اللي تقول لي ايه؟ ان انتجته بنفسي، وده هيؤدي الى حاجات كتيره قوي بقى. طيب نيجي بقى للسؤال بتاع حضرتك، ايه اللي يخوفني من ارجع الصبر؟ يعني احنا قلنا اهداف حلوه قوي قوي وحاجات احلام جميله جدا، ولكن لو جيت قلت لك قبل ما تعرف اي حاجه عن الموضوع انا هاجي ازرع لك السطح بتاعك، ايه اللي يخوفك؟ ايه اللي يخليك تقول لك لا اسف جدا استنى عندك؟ هل السطح بتاعي يستحمل التقل؟ لان احنا عندنا الزراعه عباره عن طن، وبالتالي المتر المكعب يساوي طن. البيت يستحمل؟ هل الاساسات بتاعت البيت تستحمل؟ طب انا عندي بيت قديم ينفع؟ طب خلينا البيت جديد، الميه اللي هتنزل من ما هو في زراعه من غير ميه بتنزل هتروح فين؟ هتنشع والبيت يقع، لدرجه الجمهوريه نزل مقاله صفحه كبيره كامله من اساتذه او من عميد هندسه عين شمس والغوكه، تمام؟ وعاملين نكته، واحد بيقول خضار فاكهه زينه احملها كمان والبيت يقع. ازاي بتشتغل؟ انا شغلت شخصيا ان هذا الدكتور اللي كل شويه يحلم ويجيب لنا افكار وبعد كده يهدم البيوت، انه ما شافش انه مجرد ان هو صحفي راح قال له ايه رايك حضرتك في زراعه الاسطح؟ فاشله. سكينه فؤاد مسكت الموضوع وفتحت بيه الارض ولم تراه ولا تعلم عنه شيء ولا اتصلت. ولكن زي ما بنقول الحاجه لما بتبقى ماشيه على يعني اسس صح، احنا جبنا اساتذه هندسه شفنا الاحمال والكلام ده كله وعمل يعني ما بنمشيش اختبار ان احنا كجهه علميه لازم نناقش كل حاجه بالتفصيل. فعشان نعمل هذا الموضوع، وده يمكن كان من حسن الحظ ان انا الماجستير والدكتوراه بتاعي على حاجه اسمها الزراعه بدون تربه، او الزراعه اللي هي يعني بستغنى فيها عن الارض وانا بزرع على بلاط زي اللي احنا فيه دوت على موكيت. ليه؟ لان بستخدم نظم مغلق. يعني ايه نظام مغلق؟ يعني بروي النبات واخد الصرف بتاعه وعايز استخدامه تاني. وبستخدم ترابيزات زي ما هنوريكم بعد شويه، زي الترابيزات دي، هل دي تقل على السطح؟ اساتذه الهندسه قالوا لنا ان التقل المثالي مش الماكسيمم من 250 ل 350 كيلو جرام على المتر مربع. ممكن يبقى اكتر من كده بكتير لو استخدمنا بقى ان احنا حملنا على الكاميرات والكلام ده كله، بس احنا بنتكلم على السطح العالي. احنا التقل اللي عندنا ما بيزيدش عن من 60 ل 100 كيلو باي حال من الاحوال، وبالتالي احنا بعيد عن التقل الايه؟ 5. ولو جينا اتفرجنا وشفنا الصهاريج بتاعت الميه، معنى متر مكعب يعني معناها 1 طن، تمام؟ لما انا بتكلم عن 100 كيلو هل ده ياثر على السطح؟ بدليل ان احنا بعد كده زرعنا في الجبليه وزرعنا في الدار الاحمر وبيوت قايله للسقوط، مفيش اي مشاكل، بيوت ما هياش مسلحه. فالتقنيه الزراعه بالتربه هي اللي حلت لي مشكله التقل ومشكله الميه، ودي كانت سبب ان الموضوع انتشر. زراعه الاسطح موجوده من زمان وفي بيوت هتلاقي مزرعين عليها شجر وزارعين عليها نباتات وزارعين عليها حاجات، بس نقل فن، وبالتالي ما بيقدرش يزود، والميه بتنشع بيضطر يعمل عزل اضافي. احنا ما بنحتاجش نعمل عزل اضافي نهائي، هو بتاع المطر وبس اللي هو بيتعمل اللي موجود في كل بيت. طيب احنا قلنا ان احنا عندنا افكار عايزينها ننشرها، هل ينفع زي ما الكوكب عايزه ان احنا نتعامل مع حدود